المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أرحب بكم وأقول لكم آنساتي سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أرحب بكم في الحلقة رقم 18 في برنامج مع اللغة العربية، واليوم عندنا ضيف وهو الأستاذ صالح محمد مندر. فأهلا بكم وأهلا به في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية في قناة سلام الإعلامية. اليوم هذه أول إطلالة نستضيف فيها ضيف عزيز وضيف أستاذ محترم له علاقة باللغة العربية كتابة وتدريسا، وبرضو من أيام المعهد. معنا ومعكم الأستاذ الشيخ صالح محمد مندر. أنا أرحب بك باسم كل المشاهدين والمتابعين لقناة سلام الإعلامية. تفضل شيخنا مندر. مرحبا الأستاذ أحمد شريف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نشكر لكم سعيكم واستضافتكم لي في برنامجكم اللغة العربية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني أن أدلي بدلوي في هذه القناة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا. أنا فاضل شاكر تفضلك وتحملك وموافقتك أن تطل على تلاميذك وأحبابك وأهلك وأقربائك، وفي نفس الوقت أصدقائك والأحباب من المعلمين وحتى الطلاب أيامكم في المعهد، ولذلك هذه إطلالة نتشرف بها. شيخنا العزيز، كده يعني المستمع عشان من حقه يعرف مين المتحدث إليه، فكيف تقرأ لنا سيرتكم الذاتية العاطرة إن شاء الله؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم صالح محمد مندر. مراحل التعليم بدأتها بالكتاتيب، نسميها الخلوة أو الخلوة، وهذه في قريتي ومهبط رأسي باشري دي فين؟ باشري دي وين عشان شوية المستمع كمان يعني؟ باشري في عنسبة. جميل. نعم. كان شيخي الشيخ محمد نور زرقوم حفظه الله ورعاه. نعم. وبارك فيه. آمين إن شاء الله. ثم بعد ذلك اشتدت هجمات إثيوبيا، ودخلت أبي أدخلني مدينة كرن في الجامع الكبير اللي هو معهد كرن، معهد الجامع كان يسمى، وفيه درست إلى الصف الرابع. ثم بعدها اشتد الوطأ في الإثيوبيين ورجعت إلى القرية، وبعد ذلك رجعت إلى المعهد معهد عنسبة، أيضا كان في كرن. أول هو كان في وازنتت، وبعدين لما اشتد الحرق والضرب والقتل انتقل إلى مدينة كرن. وبعد تقريبا سنة كانت بين الشد والجذب، وهكذا يمكن قليلا اللي درسته، لكن أخذت شهادة الصف الخامس منه، ومنها انتقلت إلى السودان، وهناك درست الإعدادية وبداية الثانوي. الإعدادية درست في مدارس عائدون، كان للإركرين. نعم.
المرحوم عثمان صالح صبة كان فتحها هذه رحمة الله عليه. نعم. نعم، جهاز التعليم. بعد ذلك وجدت منحة من اليونيسف، ودخلنا معهد المعلمين، درست فيه أول ثانوي، ومن ثم أتتنا منحة من اليمن وانتقلنا إلى اليمن، ووزعت من ضمن، كنا 9 طلاب، من ضمن ما وزعت إلى الحديدة. بالمرحلة الثانوية في اليمن؟ نعم، المرحلة الثانوية. جميل. ووزعت إلى منطقة الحديدة، وكان لها مناسبة في الحقيقة. البرد، جينا شهر 10 والبرد شد علينا، فقالوا لنا أين تحبوا جزاهم الله خير، خيرونا بين تعز وصنعاء والحديدة. قلنا لهم شوف لنا أحر منطقة من شدة البرد الذي ضربنا. انتقلنا إلى الحديدة. وبعد ذلك 9 8 بدأوا من أول ثانوي، وكان معي صديق الله يحفظه إن حي والله يرحمه المات، إسماعيل، كنا نلقبه بإسماعيل هندي. كان معي في الفصل في السودان في كسلة، كنا مع بعض وبعدين انتقلنا، لكنه هو آثر أن يبدأ من أول ثانوي في علمي، وأما أنا فقررت أن أمضي، وأخذت الصف الثاني الثانوي ومضيت، فتخرجت من الثانوية قبله في اليمن. في اليمن. جميل. ثم بعدها دخلت جامعة صنعاء فرع الحديدة، كلية التربية والتعليم. ما شاء الله. ومنها تخرجت. سنة كم تخرجت يا شيخنا؟ عام 93. 93. نعم. ما شاء الله. تخرجت في تخصص إيش؟ أنا تخصصت طبعا، كان لهذا عندما عملوا لنا المعاينة المعلمين جزاهم الله خير، الدكاترة لما رأوني كده يعني تحدثوا معي، ما أدري اللي استنبطوه من الكلام، لكنهم أصروا علي أن أدخل قسم اللغة العربية. أوكي. وأنا ما كان عندي منحة دراسية، ما كان عندي، وما كنت أشتغل وأدرس. والحمد لله رب العالمين في المعهد يعني دراسة مكثفة كنا أخذنا، وبعدين كمان هناك لما جينا في اليمن في المعهد دراسة مكثفة، بحيث أنه التربية الإسلامية بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين يعني كنت أرى أن اللغة العربية هي تحتاج إلى تفرغ وما إلى ذلك، فأصريت عليهم أن أدرس التربية الإسلامية، وبعد ذلك أصروا وأصريت، فالحمد لله ربنا وفق. بعدين دخلت قسم التربية الإسلامية. كيف وافقوا لك؟ لأنه هم طبعا نعم وافقوا على تحت أي أبو بس إلا اللغة العربية وأنت جدير بها، ويعني وعملوا لي شوية امتحانات وكذا، فشافون إن أنا ما تخاف وإيش، قلت لهم أنا أهلي يحتاجون إلى التربية الإسلامية، قلت لهم. ما شاء الله. كده اقتنعت لجنة المعاينة. اقتنعوا بي كده، وإلا يعني كانوا مصممين على أن تدرس لغة عربية تخصص. طيب شيخنا، أنا حرجع بيك شوية للخلوة، حاوديك كرن ثاني، نرجع لكرن. نعم. شيخك في الخلوة كان اسمه مين؟ محمد نور زرقوم. محمد نور زرقوم. نعم. جزاه الله خير، ونحن نترحم عليه. عايش ولا توفي؟ عايش الحمد لله. يا سلام، ربنا يديه، وبرضه ربنا يرحمه. نعم. الناس دائما ليش يقولوا شيخنا رحمة الله عليه طوال يربطوها بالراحلين؟ نعم لا ما أظن أنا والله أعلم هو جهل الرحمة يعني، لأنه بنقول يا أرحم الراحمين ارحمنا ونحن نعم في ما اسمه أفضل في الحي يعني أولى وأفضل من الميت، لكن ربطوها بالميت. هكذا جرت العادة. طيب، وفي المعهد، معهد المسجد، كده أذكر لنا من الأساتذة والمعلمين، وكذلك برضو لأنه جزء من البرنامج أو جزء من أهدافه إنه توثيق وذكر الأسماء، فاذكر لنا معلميك في معهد المسجد ومعلميك كذلك في معهد عنسب. نعم حبيبي. نعم، لقد نكأت جرحا
وجزاك الله خير، يعني فعلا سانحة جميلة، وأنا كنت متوقع منك السؤال هذا. مدرسي في معهد كرم كانوا من الفطاحلة، وكانوا من أرباب العلم والأدب، فمن أقول لك منهم مفتي الديار محمد إدريس عثمان، والقاضي محمد إدريساي كان بعد ما درسنا مشى إلى مصوع تقريبا عملوه قاضي هناك، والشيخ الفاضل الحاج محمد حامد، والأستاذ الفاضل أستاذ رمضان كان يدرسنا الرياضيات ما شاء الله. محمد إدريس عثمان كان يدرسنا الفقه، الشيخ محمد إدريس عثمان. الشيخ محمد إدريساي كان يدرسنا النحو. الشيخ محمد حامد كان يدرسنا التفسير والتجويد. ما شاء الله. الأستاذ رمضان كان يدرسنا الرياضيات. وكان في أخ الله يرحمه توفى وهو شاب، كان يقول له ود عبا عنتو اسمه هل محمد يعني درسنا بس سنة تقريبا، ولما رجعنا استنانا مات الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. وكان عندنا شيخ إثيوبي كان جاء من هناك ودرسنا التفسير، وكان يدي دروس في الجامع الكبير. التفسير باللغة العربية مش كده؟ نعم باللغة العربية، وكنا ندرس باللغة العربية كلنا. يا سلام. نعم نعم نعم. نعم. وتقريبا كان يزورنا قاضي موسى أيضا في الأخيرة كده. قاضي موسى كمان كان يزورنا كده. شيخنا أنت قلت مفتي الديار الشيخ محمد إدريس عثمان، كان مفتي 200 مثلا بعد الشيخ إبراهيم مختار طوالي. بعد المختار رحمة الله عليه. نعم شيخ إبراهيم مختار بعد. بارك الله فيك. طيب حدثنا عن هذه الشخصية كده. شيخ محمد إدريس عثمان. أيوة، لأنه شيخ المختار الناس ممكن قرأت عنه في موقع المختار مثلا، وسيرته معروفة شوية وليس بذلك القدر الذي ينبغي أن تكون، ولكن قد حدثنا عن المفتي الشيخ محمد إدريس عثمان. الشيخ محمد إدريس عثمان كان عالما جليلا جدا، وكان يوقره الجميع، وكان سيرته عطرة، رجلا صمتا وقورا. علمه كان غزير جدا، يعني مثل ما تقول على المذاهب الأربعة كلها. ونعم، وكان رجلا وقورا ولا يتكلم كثيرا. يا سلام. فسبحان الله، أنت عندما ترى علمه وصمته تتعجب منه كثيرا. نعم. وهكذا هم العلماء. نعم. طيب نمشي الآن إلى كسلة السودان. نعم. أيضا حدثنا، لأنه مدرسة عائدون هذه خرجت جيل وخرجت رجال علماء. نترحم على الزعيم الوطني الكبير عثمان صالح سبة، وعلى أخيه مدير ومؤسس جهاز التعليم الإريتري محمود سبة. كده ذكرياتك عن مدرسة عائدون في تلك الفترة شنو قبل ما تنتقل إلى اليمن؟ نعم أستاذ، عندما وصلت إلى كسلة ما كان في بد إلا إحدى الخيارين: إما أن أختلط في العمال وأشتغل وكذا، أو أن أتعلم. وأترحم على عمي آدم مندر جزاه الله خير، له الفضل الكبير علي. نعم. جلس منا أياما ينظر إلي وأنا أخرج وأدخل وأخرج وأدخل إلى البيت وكذا، وعاوز شغل، ولكنها سدت على وجهي. فكان أحد الفضلاء كان يقول: أردناها للدنيا فأبت إلا أن تكون للآخرة. قال. فسبحان الله، بعدها جلس معي عمي الفاضل، وكان رجلا يحب العلم ويموت فيه ما شاء الله. فقال: يا بني، إن أردت أن تتعلم فهذا البيت أوسع ويسعك أنت وإخوتك، وإذا أردت أن تعمل فجد واجتهد، أنت شباب ولا تضيع الوقت. قال لي وخرج إلى عمله. وفي اليوم في المساء عندما عاد قلت له: أنا صاحب دراسة يا عمي.
قررت يعني. قررت بس مباشرة ما في ما بد. شاء الله. وطوال عملوا لي امتحان وكذا وكذا سبحان الله. وكما تعلم المادة عندنا كانت قوية يا أستاذ أحمد، لو قلت لك ما درسناه في الصف الرابع أو وجدته في الجامعة بحذافيره. ايوه في المعهدي ما شاء الله. نعم بحذافيره. فكان مرة كان قال الحمد لله نجحت وبسم الله، بس كان عندنا الإشكال في الرياضيات وكذا. فعمي الله يجزيه الخير اتذكر كده كم أمسية كده قبل الامتحانات أداني كده سبحان ربنا وفقني كده القاسم المشترك أو الأعظم الأصغر كذا كذا. ودخلت في أول إعدادي، والحمد لله واصلت معهم إلى ثالث إعدادي. فالمهم المدرسة عائدون كانت تقريبا منطقة اسمها الكنيسة جنبها كده، كان في بيت كانت كده. نعم. نعم. وبعدين نحن كأول إعدادي أول درست هناك شوية، بعدين نقلونا على جهة حجر اسمها ولا الحجر ما بعرف كده. كان في مبنى مؤجرين لنا كانوا. أول إعدادي بس لوحدينا، كان مجموعة كبيرة كان جابوها من كركورة أو كده يعني. فالمهم من ضمن المدرسين حقنا اللي أذكره أنا الآن الله يا الأستاذ حامد هلال كان يدرسنا الرياضيات. كويس. وكان في أستاذ إثيوبي كان يدرسنا الإنجليزي اسمه بس مسلم ما أدري اسمه من. والباقي المدرسين سبحان الله ما عرفتهم. كان المدير حقنا بس أستاذ عثمان، رجل فاضل رجل كبير كان في أسمرة تقريبا. أستاذ عثمان من يقول ما بعرف. عثمان منتاي. ما عارف والله غايته. منتاي، لكن عثمان منتاي لأنه كان في جهاز التعليم. في جهاز التعليم ذاك لقيته في جهاز التعليم الأستاذ محمود هو. نعم. كان مدير مكتب الخرطوم. بس أذكره وسلمت عليه ورأيته. رحمة الله عليه. نعم. رجل فاضل عثمان منتاي. نعم. شاعر ممتاز على فكرة. سبحان الله. كان رجلا شاعرا. أنا سعدت أنه كنت تحت إدارته في جهاز التعليم قبل ما أدخل أسمرة يعني. رجلا وقور رجل وقور وما شاء الله. وبعدين هو رجل تجربة لأنه كان نائب المدير في مدرسة بيت قرقيس في أسمرة. أيوة سبحان الله. طيب شيخنا. نعم. ولا زالت اللغة العربية معك؟ والله الحمد لله رب العالمين. لا من تلك المرحلة من الخلوة إلى المعهد إلى مدرسة عائدون وثم انتقلت إلى اليمن كده. الرحلة إلى اليمن كانت كيف؟ الرحلة إلى اليمن يا أستاذ أحمد، أولا رحلتي من إريتريا إلى السودان كانت طبعا لما عملنا الامتحانات وآخر سنة وحولوا الشهادات إلى المملكة العربية السعودية. وأنا كان ترتيبي تقريبا الخامس في الدفعة. كويس. فسبحان الله شاءت الأقدار لما مشوا الأخوة هناك تقريبا، لأن المدينة المنورة كان قبلت فصل كامل السنة اللي قبلنا، فخافوا إنه ما يقبلون أظن، فوزعوا الشهادات. من ضمن أنا حظي جاء في الرياض أظن 5 نفر أو كم نفر، و35 قدموهم المدينة. فسبحان الله أهل المدينة السنة دي كمان تكرموا قبلوا 35 ما شاء الله. وأنا ومجموعتي في الرياض ما تقبلنا. طيب بعد ذلك سبحان الله شاءت الأقدار. أنا جلست الحمد لله رب العالمين، كنت مستقر مع عمي. ومرت السنين كل سنة أقول إنه حأقبل سبحان الله. وبعد ذلك في جهاز التعليم كنت قدمت على المنحة، فكنا 10 طالب قدمونا لليمن. جميل. فجاءت المنحة عام 1984 جاءت المنحة. فلما جاءت خلاص بسم الله على بركة الله، احنا مش عارفين أي حاجة. جميل. بس الجهاز التعليم الإريتري جابها هنا، وهي تقريبا كانت لي 3 سنة الثانوية بس. فسبحان الله شاءت الأقدار مشينا، وهناك شوية حصلت
حاجات كده زي كما تعلم انه كان في مكتبين، نحن تابعين قوى التحرير الشعبيه. نعم. وكان في مكتب هناك بجبهه التحرير الاريتريا. كويس. ولا ادخلك في الاشياء، نسال الله السلامه. ما ف... هو برضه تاريخ يعني، ما مشكله. طيب. نعم. فسبحان الله، السنه الاولى لما جينا ادونا الاقامه اليمنيين. السنه الثانيه ابوا يدونا الاقامه لانه في حاجه حصلت يعني. الخلافات السياسيه بين التنظيمات. نسال الله السلامه يعني، نسال الله السلامه. فسبحان الله، الله يرحمه عثمان صالح سبب بنفسه، كان جاء 86 كان جاء اليمن. طيب. ورجل واسع الافق ما شاء الله تبارك الله يعني. خسرناه على كل انه ما لمسؤول المكتب سبحان الله، مع انه رجل اكبر من الثاني ذاك، قال له تعامل معهم كانه لا شيء حصل، واتكلم مع علي عبد الله صالح رحمه الله عليه. قالوا عندنا 9 طالب ليش ما تدوهم اقامه؟ قال لهم، وكان يحترموا ويقدرون هذا المسؤول الامن. قال له ليش ما تدوهم النادي؟ يا بيه حنديهم وخلاص بالطوالي، خلاص اعتبر انه اديناهم وكذا. ولما مشى في محل وجلسوا معنا اتفقوا معنا على حاجه، انتم قالوا لنا من حقكم الى ان تكملوا الثانويه حقكم، ونحن ما حنقربكم، ويوم ما تكملوا من حقكم تغادروا ولا نطلب منكم حاجه. قالوا. طيب بعدين كيف لقيتوا الفرصه للجامعه؟ ايوه سبحان الله، هذه من الاقدار شيخنا. نعم. انا طبعا كنت زي ما قلت لك لما جيت قررت انه ايش طوالي من ثاني ثانوي استمر. وكان الفضل لاخي محمد ادريس جزاه الله خير، شخص فاضل لقيت هناك، فشافني ونحن ماشيين، ما نحن نمشي الحديده يا صالح، وانت طبعا تعرف يعني. الآن لو حكيت لك كل مرحلة وأقطع التعليم وأبدأ، سبحان الله كده ربنا بس أعانني يعني. فشافني صالح أنت إيش حتعمل؟ قال أنا شوية ما شاء الله يعني اليوم ديك شاب الأولاد ذاتهم، وأنا شوية في فرق يبان علينا شوية ما عدا كده. فقال لي أنت صالح كيف هتعمل كده؟ قال لي أنت ما ينفع معك الآن، أمسك معلمين واستمر وتخرج لك، قال لي ما تضيع وقت. فسمعت نصيحته كويس. فحتى لما قال حبيبي انا واسماعيل ده حتى في المدرسه في السودان كنا نتنافس، مره يجي هو الثاني وانا الثالث، مره يجي انا الثاني وهو الثالث، نتنافس كنا. فقال يا صالح ايش هتعمل؟ قلت له لا انا خلاص حواصل، قلت له ثانيه ما في رجوع. طيب. فهو رجع وانا واصلت. حصل سبحان الله. أنا لما تخرجت أيضا أشكر الأخوة السودانيين من منبرك هذا. الأخ عبد الرحمن جزاه الله خير، عبد الرحمن خليفة، نعم الرجل، وقف معي وقفة شديدة. فسبحان الله لما تخرجت يعني عملوا لي عقد. أنا المفروض خلاص مع الجماعة، لسه منتظرين الجماعة سنة، والحمد لله المخابرات حقهم كمان كان يظن أنه لسه ما اسمه. الحمد لله رب العالمين طوالي عملوا لي عقد وحولوني لحديدة طوالي، المنطقة اللي أنا فيها. ده عقد شنو ده هسي؟ عقد أنك تعمل معلم الآن. أنا خريج المعلمين الآن. شوف أوكي، ما دخلت الجامعة لسه. الوقعت فيها كمان أنه الشهادة حقهم لا يحق لك أن تدخل الجامعة إلا بعد ما تدي الخدمة. فدي أيضا دخلتني في أجواء تاني. الخدمة كم سنة؟ والخدمة تدريس تقريبا 3 سنة تقريبا هي. وتدريس هي. فقال حاول استاذ عبد الرحمن، قال لهم ده اجنبي وده كده، لكن قالوا له ده قرار وزاري وما ابطل. المهم عملوا لي عقد. والوقت ده سبحان الله انا حولوني الى ذمار. فكان جاء الشيخ بتاع المنطقه بتاع الحديده وكنت اعرفه، فقال لي قال والله كده اخذ مني التصدير اللي في ذمار ومشى وحوله الى الحديده. ده ولدنا ونحن تعبنا فيه، وقال لهم انتم تمشوه الان مكان ثاني. والحمد لله رجعت الحديده
وفي الحديدة كمان قالوا خلاص حولوني إلى الخوخة، مدرسة جنب المدرسة حقنا، في لاجئين عندنا في الخوخة. نعم. فتواصلت مع إخوتي وكنا نتعاون هناك ونعلم ونتعلم، وكان عندنا هم في اللغة طيب العربية. كده دخلنا في الجامعة دي قدمت لها كيف؟ الجامعة حبيبي بعد ما 3 دخلت سنة الخدمة، الخدمة. أيوة. 3 سنة الخدمة بعد ما خلصت التقارير التي وردت على الإدارة التعليمية، قالوا إن أستاذ صالح من أفضل المدرسين قالوا. ما شاء الله. والتقييم تقريبا يعني 95 ولا حاجة ولا 85 المهم كده بقى. فحولوني إلى المدينة. أنا كنت في منطقة ريفية. المدينة الحديدة يعني. الحديدة أيوة. كويس. فكل إنسان يعني كده ممتاز، يعني يشوف له مكان، يعني هم عاوزين في أماكن لا بد تكون قوية. جميل. سبحان الله شاءت الأقدار. الآن هنا فكرت وقررت أن أقدم للجامعة. ما شاء الله. فسبحان الله لما جيت الحديدة كان التقديم فيها، فقالوا لي أنت كده كأجنبي لازم تمشي صنعاء تقدم، وبعدين نعم. من صنعاء حول. قال نعم، سمعتني؟ تفضل شيخنا. بعد ذلك مشيت إلى صنعاء، فقدمت سبحان الله الأمور السهلة، تك 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 يوم كده، وبس كان توقيع باقي لي. سبحان الله. فيعني اتردد شويه، التوقيع تعبني لان الوزير ما يجي الا لحظه والدنيا كده عامله. سبحان الله. فسبحان الله بعد شيء ربنا يسخر لك عباده. ما شاء الله. كانت في السكرتاريه كل مره تشوفني، وبعدين مسكين كمان زي ما تعرف هم شياطين ما شاء الله ربنا يحفظهم. من عينك يقلعوه. طوال اخذت الدفتر وقدمته وقعوا طوالي. ما شاء الله. وقلت سبحان الله جزيد خيرا. الآن كان عندي سمعت كمان. فالآن إيش العمل قالوا لي الآن أيوة الآن تحويل الحديدة كيف أعمل. برضو كتبت طلب كده، والحمد لله رب العالمين كمان ربنا سخره كده يحول إلى الحديدة. كتب هنا. فدخلت جامعة صنعاء فرع الحديدة. فرع الحديدة. لما جيت أهل الحديدة يعرفوني وأعرفهم ما شاء الله، وكان شيوخ فاضلين. الدكتور القريبي، الدكتور الربيدي ربنا يحفظهم كانوا في اللجنة. الدكتور الربيدي كان نائب لما اسمه بوليه. المدير العام كان قاسم بوليه اسمه، وبعده كان الربيدي رجل شيخ فاضل، والدكتور القريبي رجل علم الحديث. ما شاء الله استقبلونا كويس وتعاملوا. طيب دكتور أستاذنا، أنا حبيبي علاقتك انقطعت بالتدريس وانت في الجامعة ولا كنت برضو تدرس لا لا لا. الآن هنا الإشكال، أنا الآن لسه مش في محل عملي ماسك مدرس. والحمد لله في بداية الأمر الجدول تمام الضبط كله. والمعهد كان كنت حدرس فيه فترتين، عنده مساء وصباح. جميل. وكان عندي متاح. من هنا برضه أشكر الأستاذ السلموني في الإدارة، كان ربنا يحفظه تعامل معي وعاونني وساعدني كثيرا، وكل الأخوة في اليمن، الأستاذ عبد الله أبو الغيث، الأستاذ مقبول الله يرحمه قالوا توفي، ساعدوني كثير 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 لكي أتعلم. فعلى كل إنه اخترت أنا الجدول كان في الصباح، عملته في المساء الدراسة خلاص. التدريس. نعم. حسب فجأة يعني مش عارف ايش اللي حصل، حول المدير الجامعة الجدول قلبوه على أصحاب المساء الصباح، عملوه أصحاب المساء، لأنه وجد أن هناك ناس تشتغل وما إيش وإيش، حولوه. الآن الطامة جات علي. نعم. إيش أعمل؟ كان عندنا في قسم المساء المدير كان تغير الصباح التدريس، تغير الصباح.
تغير تدريسك، تعلم في الصباح، ايش المشكلة؟ المشكلة ما كانت كده، لأن الآن كان عندنا المدير حازم وقال الكلام ده كيف وكده. المهم حصلت إشكالية، ولكن ربنا يرحمه الأستاذ عباس كان ما اسمه، والأستاذ عدنان جزاهم الله خير ساعدوني في ذلك أساتذة الكثير. المرحلة الثانوية ولا الجامعة؟ في الثانوي. نعم. هؤلاء الأساتذة ذكرتم في الثانوية؟ لا في الإداريين كان في للمرحلة الثانوية. إداريين، أيوة، في المرحلة طوالي أصدقاء المدير. جميل. فأتذكر يوم كده وأنا مهموم كده، الأستاذ عدنان جاني كده قال لي يا أستاذ صالح أنت لا تجيد غير التدريس شيئا، قال لي. فكان عندي شهادة من المعهد من كسلة، عمي الله يرحمه ويبارك فيه يا رب ويحفظه ويسكنه أعلى جنانه. آمين. فمرة كده كان في العطلة ما عندي شغل ولا حدا، قال لي ما تمشي ما اسمه سجل في التايبن، قال لي. قال له كويس، مشيت سجلت التايبن ودحكت تمام واخذت شهاده. كويس. الآلة القديمة ديك. ايوه القديمه، تك 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 تك. ايوه. فقلت له عدنان انا اجينا، قلت له التايبن، قلت له اوه طوالي من المكان، جاري المدير كان في الدور الثاني، جرى قال لي يا اخي خلاص لقينا الرجل لا يجي في الاداره هنا، قال لي ما شاء الله. بس وطوالي جابوني الاداره، وما شاء الله اشتغل، لما تجي الحصه اجي وبعد ما تكتب التقارير والرسائل الرسميه. ايوه رسائل وكذا. وبعدين الحمد لله رب العالمين كان عندهم خدمه الطلاب الثانويه يخدموا، فكان كثيرين عند طلاب، فسبحان الله ربنا الهمني علمتهم التايبن. ما شاء الله. علمتهم التايبن لانه شفت الاجانب سبحان الله يعني العلم عندهم شويه يعني يبخلون به. فالناس يقول لي يعني، وانا ارتحت يا استاذ احمد سبحان الله، كن يعني بس مخلصا تجد الاخلاص. يا سلام. الاولاد دول اللي علمتهم لما اخرج الى ان ارجع المكان ما شاغر. شوف ايوه ما شاء الله شباب ما شاء الله، وخطهم جميل، وكل اللي يتكتب باليد يكتبوه، وموريهم الرسائل، وكل ربنا ما الهمنيه، وكل وريتهم لهم ملكتهم له، ولا حصل يوم غلط. ما شاء الله. اقول لهم انا امشي طوالي يا استاذ، امشي يا استاذ، طوالي في المكتب يجلسوا لما اجي ولما وكله، والحمد لله خلصت ال4 سنوات بدون اي تعب. يا سلام يا سلام. نعم. طيب استاذنا مندر حبيبي، يعني هذه العلاقه التي توطدت في اليمن كان لها حاجات علاقات سابقه وانت في كرن مع يمنيين وكده بتاع، كان عندك اصدقاء؟ والله في كرن ما كنا نعرفهم كثير، الا انه كان عندنا ولد كان درس معانا، ولد با حسن. كان اسمه تقريبا محمد او كده، في عمرنا كان درس معانا ده سنه او سنتين، بعدها اختفى ما شفناه. ايوه. وكنا ما اسمه اولاد زمزمي ديل كان عندهم قرابه باليمنيين، لكن ما كان في احتكاك مباشر انه الواحد يعرفهم وما يعرفهم. لكن سبحان الله كده هم شعب، خلي بالك يعني بس أليف هو ومألوف، بس عندهم شوية توجس من الأجنبي غير ما يكون، يعني شعب ما شاء الله يعني. نعم. وكل المدن الإريترية كانوا فيها شقائنا اليمنيين، كلهم وحتى كرن كانوا في جنود كمان في الكفاح المسلح ومسؤولين. أيوة زي أحمد باحاج. نعم. وكثيرين كانوا ما شاء الله. كتار وأحمد القيسي ايوه احمد القيسي والشهيد شيباني برضو. نعم. الشهيد الذي اغتالته اليد الآثمة في أغردات. نعم. وكتار من الأشقاء اليمن يعني قبلوا بلاء حسن في المشروع الوطني. نعم. لذلك أنت مشيت إلى بلدك، يعني بلدك أي نعم والله ما شعرنا به في غربة. نعم. إلا أن الحكومات تقريبا زي ما تعرف يعني ما عندها صديق ولا ما اسمه. أذكر أنا نعم. لما نعم.
لما حصلت حنيش شوية تعبنا وسجون وما إلى ذلك، والآن من رداءة الأمن. لكن الرئيس علي عبد الله صالح جاء الحديدة وهزأ للأمن، قال لهم أنتم الناس دين معاكم سنين هاربين من النظام، قال لهم وأنتم الآن تسجنوهم، قال لهم دي الرجولة حقكم، قال لهم فكوهم، قال لهم وفكوهم، وأرسل إلى اللاجئين بدقيق وسكر. وفي الحقيقة بعدها هدأوا رحمة يعني الله عليه، رحمة الله علي عبد الله صالح. نعم أيوة نعم، يعني كان بعض الأحيان كان عنده حاجات طيبة يعني. نعم نعم. أنا أذكر الرئيس الراحل علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. نعم. التقيت وأنا مرة واحدة في مطار أسمرة في لقاء صحفي. كان هو والحاكم بأمره في أسمرة، فكلفت إنه أجري لقاء أخذ منهم تصريحات صحفية. التقيت به، هو كان رجل برضو تأكيدا على كلامك، يعني أنت عارف الرؤساء عندهم حراسات وكده، يبالغ الحراس ذاته. أي نعم نعم. فأنا داير أخذ منه تصريح كده، فمديت له الميكروفون، طبعا ما تكون لصيق مع الرئيس وكده. أي نعم. فمديت له الميكروفون وهو والفرعون في أسمرة قاعدين مع بعض. فالسلك بتاعت الهناي، سلك الميكروفون العادي جاء على يد، مر على ذراع الرئيس علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. فالحرس حقه قام بحالة هستيرية كده يا شيخنا، داير يعني ينفض يشيل السلك ده، بس سلك الميكروفون يعني، وقام كده لزاني، أنا حتى أوشكت على الوقوع يعني. فيعني لزاني بطريقة غريبة كده وحشية يعني. فالرئيس علي عين له كده، إيش هذا؟ إيش تعمل؟ قال له يا روح، قال له روح من هنا. قال والله مش انتفض يعني، مشى كالطفل يعني. زي ما قلت شيخنا، هذه الحادثة ترتبط يعني، كونه قال هؤلاء أبرياء ما لكم ومالهم رحمة الله عليه، ينسجم مع الكلام اللي قلت. وكملنا المقابلة، أخذت التصريح وكذا. طيب نحن في نهاية هذا اللقاء شيخ صالح، الأستاذ مندر، أنا سعدت بلقائك والله. صالح محمد مندر، كده علاقتك باللغة العربية انفكت في الدراسات الإسلامية، وأنت بعد ما تخرجت، وأنت رجل برضو لا زلت تحب هذه اللغة، ومن هذا المنطلق نحن نعمل معك هذه المقابلة. حبك للغة دي جاي من وين، وماذا أفادك وكده شيخ صالح؟ نعم أخي الأستاذ أحمد، حبنا لها ترعرع معنا. نحن أولا لما في بداية باكورة أعمارنا من الصغر، لما قمنا في المعمعة الكبيرة التي كانت في ذلك الوقت، لأنها هي بدأت تقريبا من الأربعينيات، وبعدين كما تعلم تكون قرأت لها كثير في الجمعية العمومية والأشياء اللي حصلت وما اسمه الحسل وما إلى ذلك، حتى أنه أثبتوا اللغة العربية كلغة للبلاد. بعد ذلك مع اللغة التقرينية طبعا. نعم أيوة، الدسائس والما اسمه، ويعني كانوا ليل نهار. فأظن والله أعلم، أنا حسب ما كنت أسمع إن لم يكن جزء ذاته بداية ما اسمه المدار، ما اسمه ده المسائل الخلاوي وما إلى ذلك وكثرتها، كان من بداية ما اسمه قبل بشوية، لما الهالك هيلة سلاسة ألغى اللغة العربية، الناس تمسكت. وفي الخلاوي في الأرياف اتوزعت. ومن ضمن ما أذكر سبحان الله، ونحن في الخلوة، القائد عمر إزاز زارنا يا أستاذ أحمد شريف. يا سلام رحمة الله عليه. نعم، القائد عمر إزاز زارنا يا أستاذ أحمد، ونحن اليوم ديك فرحانين فرح. شنو كانت المناسبة؟ مناسبة بالزيارة كده يعني، تشجيع كانت الثوار، القيادات كانت تناشد أو تشجع الخلاوي. المنطقة اللي زاركم فيها الشهيد عمر إزاز وين؟
وين المنطقة زاركم فيها؟ في نفسه في باشري. في باشري، كويس. ايوه. هو وفصيل اسمه اللواء حقه كان موجود اتذكر. ونحن استعدادات نعمل كم يوم سبحان الله. كنا الاناشيد الشيخ بالنهار نحفظها، وبعدين كنا ندفنها يا استاذ احمد. كنا نعمل قراور نعمل لها وندفنها عشان ما تاكلها ارضا. سبحان الله. نعم. طيب الشهيد إزاز تحدث عليكم، تحدث لكم؟ هل تحدث معكم؟ قدم كلمة ولا حاجة؟ الحصل بابا، الحصل سبحان الله. جاء ودخل المسجد. بعد ما دخل بشوية سلم علينا وكده، وواقف مع الشيخ سلام كلام مع الشيخ محمد نور زرقام. سلام كلام وكده. نزلت مطر إلى اليوم أنا ذاته ما شفتها. يا سلام. فسبحان الله الرجل هذا، شوف كيف كانوا سبحان الله الثوار هذول، وكيف كانوا أحباء لبعضهم البعض. طوالي خرج والمطر ما تشوف أنت، ما تشوف، وما عنده أي حاجة، ما عنده أي حاجة ذات يلبسها، لا كيس لا أي حاجة. فالشيخ جاكم مسلح، ماسك سلاح، حامل سلاح؟ عنده حرس. هو كان عنده مسدس تقريبا. نعم. عنده أبنوليد كان يسموه، بعدين كمان دخل ما اسمه بقى جاسوس. أبنوليد اسمه كان حرس حقه. رحم الله الزعيم. فالمهم خرج في المطر، والشيخ جار وراه قال له ماشي وين؟ قال له الشباب، قال له يا شيخ محمد نور الشباب في المطر. قال له انا اجلس تحت ما اسمه، قال دي سمعتها مني. الشباب في المطر، قال له انا اجلس هنا ما اجلس. قال له يا شيخ محمد نور خلاص انت وطلابك ربنا يحفظكم، انتهت الزياره وطوال مشى. هذه اتذكرها يا سلام، رحمه الله عليك. فهذا يا استاذ احمد اللغه العربيه. اضف الى ذلك بدايه الثوره كل التدريب كان بالعربي. الرسائل كانت باللغة العربية. الارشيف كان باللغة العربية. هكذا يا أستاذ أحمد كل الدنيا كانت تتكلم اللغة العربية. ويعني وكان يشجعوا. ما في الخلاوة، تخيل ما في واحد في القرية فيها مسجد فيها كتاتيب يخلي ولده ما يقرأ، لازم يقرأ. وعشان كذا بالمنطق ذاته يا شيخ مندر انه واحد كان في اريتريا في كرم ويمشي اليمن معناها البلد العربي، هي اليمن ذاته اصل العرب، ولذلك نقول الجمهوريه اليمنيه ما بنقول العربيه كمان. نعم. يعني لانه يكفي اليمن هي ام العرب يعني. نعم. فانت تأتي من كرم وتصبح معلم في مدينه في اليمن. نعم. لاهل العرب ما لم تكن لك علاقه بالعروبه، جذور وتاريخ وحضاره وامتداد، لا يمكن ان تكون معلم في بلد عربي. نعم. فتفضل نعم. شيخنا. نعم. وبعدين كان الاناشيد. الواحد يعمل مثلا عرس كان يعزمونا كطلاب. كنا نقول هلم الى المعهد، إلى الدين والسدد، إلى لغة الضاد كي نهتدي. وكان عندنا لما الحق والخلق الأمجدي. نعم. وكان لما يختم الواحد علمني معلمي ما قصر، وردني في درسه وكرر، ولم يزل يصغى لقول آثرا، حتى قرأت مثله كما قرأ. يعني أناشيد في كل مكان والناس فرحانة. فكل الناس سمعت اللغة العربية وأحبت اللغة العربية وتمسكت باللغة العربية. يا سلام. فكان هذا سواء يكون في العرس سواء يكون في أذكر يا شيخنا قبل ما تفوتنا السانحة حتى القبائل يعني كانت ترابطت، وإذا كانت تتنافس كانت تتنافس على الخير. يا سلام. الشيخ عمنا محمد علي بيض إن كان مات الله يرحمه وإن حي ربنا يبارك في عمره، لما ختم ابنه كان أنا قابلته بعدين كمان سبحان الله ممرض للجبهة في الخوخة، قابلت الولد هذا سبحان الله. لا سبحان الله. عزمنا الخلوة كلها عزمها في الماء اسمه في الختامة.
ثور يذبحوا كان يا شيخنا، ثور. سبحان الله سبحان الله. فعزم ما اسمه ما بيننا وبينه مسافة، بجلاليبنا مشينا وما شاء الله، وقيلنا يوم جميل. وبعدين حضرنا كمان افتتاح مسجد أفشروق، كان مسجد أول يوم يفتتح فيه للجمعة. وأول مرة أشوف شيوخي اللي حيدرسوني بعدين لما كملت القرآن ومشيت عندهم في كرم، الشيخ حاج حامد والشيخ محمد إدريس عثمان، وأظن كان معهم شيخ محمد إدريسات، الثلاثة هذه. فحضروا لكي يفتتحوا، وكان معهم الشيخ القاضي أبو بكر رحمة الله عليه. نعم حبيبي. فكانت المنطقة كلها كانت يعني مستبشرة ومستهللة باللغة، أنه تتعلم اللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ما حتسألني من الأشياء دي، نحن دايرين نسمع منك. بنينا في منطقة اسمها منطقة بيان، بعد حلحل الموية اللي نازلة ما اسمه في الموية نفسه، وانت ماشي على جهة حلحل. بنينا 8 فصول يا أستاذ، يا 8 فصول للدراسة. وكنا مستعدين أنا وشباب كنا كطلاب. دي الجبهة قالت أبنوا مدارس عشان اللغة العربية. الناس طالبت في منطقة الرابعة، اسمها المنطقة حقنا منطقة رابعة. يا سلام، المنطقة الرابعة. نعم. وبعدين ده الكلام كان خلاص بعد ما تغلغل التآمر على اللغة العربية، لما شافوا الناس كده تقريبا 76 أو 77 الكلام هذا تقريبا. فقال يا جماعة الخير جيبوا لنا مدرسين. قالوا لنا ابنوا مدارس. والله المنطقة كلها جينا 8 فصول من أجمل الفصول، من شجر ومن بنيناه تحت الأشجار عشان كنا خايفين من الطائرات ومن كده. يا سلام. وبعدها الجماعة الله يسامحهم كانت خلاص يعني المؤامرات بدأت، كانت في اللغة العربية. لما رسلوا لنا 2 أطفال صغار، قالوا حنجيب لكم مدرسين بتاع التقنية واللغة العربية ما في شيء. فكان قائد المنطقة ما اسمه حقنا رئيس اللجنة كان رجل شجاع، قال لهم يا جماعة الجبهة كانت تمشي كيف؟ قال لهم كل سنين هذه باللغة العربية كانت تمشي، يعني اليوم انتم جيتم وانتهت اللغة العربية. قال لهم المهم حصل إشكالية، لكن ربنا ستر علينا، لأنه كان عاوزين يأسروه ويأخذوه أو يقتلوه. لكن الأيام ده كان الناس مسلحة، الميليشيات كانت موجودة حمته. وبعدها جابوا لجنة تانية وقالوا نعتذر، وديل اللي حيخربوا وايه وغشونا ومشوا. ومنا إلى اليوم تقريبا أسأل منه ما اسمه يمكن عرصت بلعت يمكن خلاص وكذا. سبحان الله سبحان الله. لكن اللغة العربية في وجدان الناس كلهم، وكان وإلى الآن ما شاء الله يحبوها ويسعون لنشرها. جميل. مشاهدينا الكرام، نتوقف اليوم في الحلقة 18 هنا على أن نكمل الحديث مع أستاذنا الأستاذ صالح محمد مندر، وحديثه عن الذكريات وحبه لهذه اللغة العربية. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونكمل ما تبقى من حديث مع ضيفنا الكريم. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، محدثكم أحمد شريف، مع تحايا الزملاء في قناة سلام الإعلامية من فنيين ومخرجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.